بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي متابعي قناة ملعب مصر ايجيبت ستاديوم في كل مكان. معكم سيف الدين وحلقة جديدة من حلقات الأخبار. طبعا قبل ما نبدأ اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك على الفيديو وشير وكومنت. آسف جدا طبعا على فترة غيابي، ولكن ده بتكون بالظروف الجامعة بتاعتي وكده، ولكن أنا هحاول إن شاء الله في الفترة اللي أكون موجود فيها أقدم محتوى كويس. طيب، اول حاجه لازم نبارك طبعا الاهلي على فوزه بالسوبر على الزمالك. تمام. بس نبدا الاخبار، يلا بينا. طيب، محمد عبد السلام يا جماعه مدافع الزمالك، للي ما يعرفش فهو موجود في قائمه الانتظار. بالنسبه طبعا لو برضه محدش يعرف، حسني عبد رب وتمت اقالته من نادي الاسماعيلي، وهم قالوا خلاص مش هيجيبوا مدير كوره وتم الغاء هذا المنصب. طيب، بالنسبة بقى لمصابين الأهلي ومصابين الزمالك، مصابين الأهلي طبعا هو عبد المنعم إن شاء الله هيغيب شهر، عمار حمدي رجع، علي معلول كان عنده نزلة برد ورجع، الشحات لسه، رامي ربيعة برضه لسه، وكمان أليو ديانج. أعتقد كده مفيش إصابات تانية. نيجي للزمالك. دونجا يعتبر بيتأهل، الونش لسه قدامه فترة طويلة، كمان أحمد فتوح لسه قدامه برضه فترة، سامسون أكينولا لسه، محمد عبد الغني اتصاب برضو، حمزة المسلوسي برضو تقريبا اتصاب يعني. ففي تقريبا 9 مصابين داخل نادي الزمالك، وطبعا ابراهيم النضاي. بالنسبة يا جماعة طبعا احنا المفروض توقفنا عن الدوري المصري، مفيش لعب من يوم 3 ليوم 18 11 طبعا. وعايز اقول احنا لعبنا الجولة الثالثة في ما عدا لقاءين، الاسماعيلي وفيوتشر، وده لسه برضه ده متحددش، وكمان الزمالك وبيراميدز ده برضه ما اتحددش. ولكن يا جماعة وليد الكارتي مش هيلعب مع بيراميدز لقاء الزمالك، وده بسبب الإيقاف. وطبعا عشان ايه محدش يقول بالنسبة ان الزمالك لعب في الجولة الثالثة مع انبي، لأ، ده مش الجولة الثالثة، ده ماتش مقدم من الجولة الرابعة. طبعا أسوان أقال ربيع ياسين وهيثم عرابي، فالموضوع هيمشي إنهم بيفكروا في هيثم شعبان. هل هيعرفوا يدفعوا الشرط الجزائي لبتروجيت؟ هنشوف. لو ما فيش فهم بيفكروا في أسماء تانية هبقى لكم عليها إن شاء الله في وقتها، لو موضوع هيثم شعبان ما مشيش يعني. أما بالنسبة لطلائع الجيش، فطلائع الجيش برضو مش علاء عبد العال، وجاب مكانه محمد يوسف. طيب نرجع تاني بس لمصابين الزمالك. شيكابالا يا جماعة اتصاب برضه بيخلع في الكتف. تمام. طيب، الأهلي حاليا عنده طبعا تقريبا 14 راعي أو يمكن أكتر، مش عارف يعني، ممكن هقول بس توصل معايا 2 مليون مليار و100 مليون جنيه. المهم يعني عايز أقول لكم دلوقتي راعي الأهلي في رعاة جدد هم اتصالات، بنك أبو ظبي، والبريد المصري. لسه فاضل شركة عقارية وشركة تايجر وحاجات تانية كده. نيجي للناشئين في الأهلي. طبعا كولر المفروض قرر تصعيد 4 لاعبين هيتدربوا مع الفريق في فترة التوقف. هنشوف ممكن نختار منهم مين يعني نحتاجه أو كده. هم كريم الدبيس، طبعا ده جبناه من دجلة مع عبد الرحمن رشدان، وطيب كمان شادي رضوان ومحمد أشرف وعبد الرحمن رشدان. وده طبعا عايز اقول ان هو مصاب حاليا بتقريبا مزق في السمانة، فده هيغيب شهر. طيب، خليني اقول لكم حاجة. في لاعب في خط وسط 2003 اسمه احمد طعيمة لفت انتباه مارسيل كولر. اللاعب ده جبناه يا جماعة من فريق يوناني، فهو على رادار كولر. طيب، النادي الاهلي جدد تعاقده مع رأفت خليل ل5 مواسم. أما عن أسوان، فأسوان جدد تعاقده مع عبد العزيز موسى لمدة موسمين.
وكمان اتحاد جدة السعودي جدد تعاقده موسمين مع أحمد حجازي.